This is where the story really starts. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده على فيلم ويبنز. الفيلم بيحكي عن المدرسة جاستين اللي هي جوليا جارنر. في يوم فجأة كل طلاب الفصل اللي هي بتدرس له بيختفوا فجأة في نفس اليوم وفي نفس الوقت وفي نفس الظروف الغامضة بالظبط، ما عدا طالب واحد، وده بيثير شكوك كتير حوالين المدرسة أو حتى الطالب اللي ما اختفاش معاهم. والمدرسة بيكون الموضوع شخصي بالنسبة لها وبتحاول إنها تحل اللغز ده وتعرف إن الموضوع ده هيوصل لإيه. الفيلم من تأليف وإخراج زاك كريجر اللي عمل قبل كده باربيريان، واللي كان يعتبر من مفاجآت 2022 ساعتها، وده طبعا خلاني أكون متحمس جدا لفيلم ويبنز. طبعا ده غير بقى الآراء الإيجابية كتير وأحسن فيلم رعب السنة دي ومن أحسن أفلام الرعب والكلام ده كله، والسؤال بقى نفسه هل فعلا الفيلم يستاهل الضجة دي؟ هل فعلا الفيلم يعتبر أحسن فيلم رعب السنة دي والكلام ده كله؟ هو الفيلم فيلم رعب مميز، ممكن فعلا يكون من أحسن أفلام الرعب اللي نزلت السنة دي، ويمكن فعلا يكون أحسنهم كمان، بس برضه يعني عشان الناس بتفهم الكلمة دي غلط أوي. لا، هو مش فيلم رعب اللي هو بقى مليان خضات كتير بقى وجن وعفاريت والحاجات دي، لا خالص. هو فيلم رعب نفسي، فيلم رعب معتمد على القصة ومعتمد أكتر بكتير جدا على السسبنس. هو أصلا يعتبر فيلم سسبنس اكتر من هو فيلم رعب، معتمد جدا على المود. هو المود هو اهم حاجه في الفيلم ده، وفعلا ده يمكن يكون من اقوى عناصر الفيلم، وده كان بسبب الاخراج كان فعلا قوي جدا ان هو يبني لك مشاهد السسبنس. المشاهد كانت معموله بشكل حلو جدا، السسبنس اللي بيتبني من اول مشهد في الفيلم لحد ما بتعرف حل اللغز عارف فعلا كده يشدك ويخليك معاه لحد الاخر، والمشاهد واخده وقتها بشكل كافي جدا، وده اللي بيساعد ان هو يبني السسبنس واحده واحده. الفيلم ممكن تقول عليه ان هو سلو بيرن شويه، مع ان انا حتى ما حسيتش بحته السلو اللي في الموضوع دي. الفيلم واخد وقته طبعا، بس ما حسيتش بسنه بطء نهائي. لا، الفيلم بيبني الاحداث واحده واحده ويعلي لك الاتموسفير والجو الغموض ده اكتر واكتر، واللي ساعد على كده اكتر بقى كان التنفيذ نفسه. التصوير كان عالي قوي قوي قوي، من احسن الافلام اللي استخدمت الظل والنور من فتره طويله. المشاهد المظلمه اللي هي المفروض عشان تبقى مشاهد مرعبه وكده كانت فعلا معموله بشكل حلو جدا. والاحلى من ده كله ان كل ده بيتحكي من وجهه نظر الشخصيات اللي موجوده في المشهد، او الشخصيات الرئيسيه اللي هم ابطال الفيلم. يعني انت يا اما كانك قاعد مع الشخص ده، يا اما انت بتشوف الحاجه من نفس البي او في بتاعه، من نفس وجهه نظره بالظبط. واللي حل الموضوع ده اكتر واكتر كانت التراكنج شوتس، الشوتس اللي متاخده للشخصيات نفسها، حركه الكاميرا وهي بتتبع الكاركتر نفسه عشان تنقل لك الاحساس ان انت كانك مع الشخص ده اكتر واكتر. وحركه الكاميرا هنا كانت عامله شغل عالي جدا جدا انها تنقل لك المود الموتر اللي الشخصيات دي محطوطه فيه، واللي ساعدت اكتر ان دخلك في المود. حركه الكاميرا دي تعتبر كاركتر في الفيلم لوحدها بجد، يعني ممكن فعلا اقول ان مستوى حركه الكاميرا هنا واستخدامها ان هم يعرفوا يحركوا الكاميرا عشان يدمجوك اكتر في المشهد وكده فكرني جدا بفيلم ذا شايننج. عارفين الناس اللي شافت ذا شايننج، التراكنج شوتس بتاعت الفيلم ده لما كانوا بيبقوا ماشيين ورا شخصيه معينه والكلام ده كله. طبعا اكيد من الفيلم ده مش هيوصل لمستوى ذا شايننج نهائي، يعني ده ستانلي كوبريك يعني برضه في الاخر، بس الفكره في حد ذاتها ان ليفل التصوير هنا فكرني بفيلم زي ذا شايننج. يعني ده كان انجاز كبير جدا، ومع ان الفيلم مش معتمد نهائي على الجامب سكيرز وكده، بس برضه لما كانت بتيجي خضات معينه في الفيلم، يعني مش هقول لك انها كانت خضات تخض فعلا ولا ليها يعني الحاجات القويه قوي وكده، بس كانت بتبقى جايه في وقتها بالظبط، لان انت اوريدي متابع الفيلم كله في المشاهد بالذات اللي بتيجي بقى فيها الخضات دي من وجهه نظر الشخصيه اللي في المشهد. انت بتحس باثر الخضه فعلا، لان غير ان انت كانك فعلا مع الشخصيات وكده، الخضه جايه في وقتها، عارف الخضه يعني، وبيضحكوا عليك كتير لو تفتكر في خضه تيجي بعدها بشويه. هو اسلوب يعني معروف جدا وكله، بس مع مدى الاحساس ان انت كانك فعلا مع الشخصيات، الخضه كانت بتبقى افكتيف جدا في الوقت ده، لان هم ما كانوش بيحاولوا يخضوك وخلاص، ولا حتى في المشاهد الرعب اللي هي الموديه يعني وكده ما كانوش بيحاولوا ان هم يضيفوا مود مرعب على الفاضي. لا، هو مشهد عادي جدا، بس انت عشان عارف الموقف اللي بيمر بيه الشخصيه دي، فده اللي خلق مود الرعب. وتاني اهم حاجه في الفيلم، ويمكن هي دي اكتر حاجه مميزه في الفيلم بالنسبه ان انت بتتكلم عن فيلم رعب، او اللي هو يعني على الاقل الكاتيجوري بتاعته تصنف كفيلم رعب، يعني القصه متقسمه على فصول، وتقريبا ده برده شبه باربيريان شويه، وكل فصل بيحكي لك فيه القصه من وجهه نظر شخص معين، او بمعنى صح انت بتشوف حياه شخص معين سواء كان مرتبط بالاحداث دي او لا، وبتشوف ازاي الشخص ده عرف يتقابل مع الاحداث دي، او طريقه تعارض مع طريق الاحداث دي، وتلاقي القصه كده قفلت على حته معينه، وبعد كده تخش على القصه الثانيه بتبدا مع شخص جديد من الاول خالص، لحد تلاقي ان قصه الشخص الثاني ده بتكمل الحته اللي انتهت عنده في القصه الاولانيه. ويمكن ده كان من احلى الحاجات اللي في الفيلم لما كانت القصص دي بتتقابل مع بعض، كان مدي احساس اكتر باللغز فعلا، كأن كل قصه كانت الى حد ما بتزق شويه في حل اللغز، والشخصيات نفسها كانوا مكتوبين بشكل حلو جدا، شخصيات فلوت، شخصيات عندهم مشاكل، والعيوب دي كانت بتلعب دور كبير في الرحله بتاعت كل شخصيه من دول، سواء كان ليها علاقه بالاحداث من الاول او حتى طريقه تعارض مع الاحداث بالصدفه. طبعا عشان الفيلم بيتحكي من وجهه نظر ناس كتير، فالى حد ما مش كل قصه بنفس ليفل السسبنس بتاع القصه الثانيه، وطبعا مش كل الشخصيات تحس ان هم بنفس الاهميه او حتى بنفس الليفل كقصه يعني عموما، بس ستيل كل الشخصيات حتى الاقل شخصيات فيهم كانوا برضه مكتوبين بشكل كويس جدا يعني. ومع ان القصه هنا مش بالظبط زي مثلا افلام الرعب اللي هي الايفيتد هورر اللي هي بتكون بالتحديد يعني جايه من A24، وتلاقي فيه ثيم معين موجود في الفيلم وده واضح جدا ده ثيم الفيلم، فيلم مثلا بيتكلم عن الحزن او فيلم بيتكلم عن الفقدان او ايا كان يعني الفيلم بيتكلم عليه،
وبيكون في الغالب معظمهم بيتكلموا عن الحزن اصلا يعني. بس ايا كان يعني لو الثيم كان بيكون مباشر قوي في الافلام دي، حتى لو كانت الطريقه اللي بيتكلموا فيها او بيناقشوا بيها الرساله اللي عايزين يوصلوها غير مباشره بالمره، بس لو انت عارف كويس قوي القصه دي عايزين يطلعوا بيها بايه. انما هنا الفيلم ده ما فيهوش رساله مباشره يعني، حتى لو طريقتها غير مباشره، هي اصلا الطريقه غير مباشره، بس حتى الرسائل نفسها او الثيمز الفيلم بيحاول يناقشها مش جايه بطريقه مباشره خالص، لان الرسائل او المواضيع الفيلم بيحاول يناقشها هنا كلها جايه من الشخصيات او جايه من عيوب الشخصيات اللي الى حد كبير جدا بتؤثر في مصيرهم في اخر الفيلم. وعشان الفيلم بيروح من قصه للثانيه فما تحسش ان الموضوع جاي بشكل مباشر، ان في كذا قصه، في كذا حاجه الفيلم بيحاول يطلعها من القصص دي، مشاكل الشخصيات اللي بتوديهم في طريق الحدث الرئيسي او حتى ان هم اوريدي مرتبطين بالحدث الرئيسي، كل دول دوافعهم مختلفه مع الظروف اللي بيدخلوا فيها مع الحدث بتبقى مختلفه تماما. وفي الحاجات المتشابهه برضه في الفيلم كده، عرف يتكلم على كذا حاجه وفي نفس الوقت بطريقه غير مباشره بالمره، خصوصا ان في شخصيات هنا مالهاش علاقه بالحدث الرئيسي، هم مش مرتبطين بالحدث ده. في قصص كتير لما بتبدا انت بتشوف حياه الناس دي عادي والمشاكل اللي هم بيمروا بيها او عيوبهم عموما يعني، وعيوبهم دي مثلا هتحطهم في مشكله هتخليهم يتخذوا قرار معين او يروحوا لحته معينه، وكل ده ملوش علاقه بالحدث الرئيسي اصلا، بس عشان الحدث ده موجود في البلد دي فالحدث ده نوعا ما مؤثر على كل حاجه بتحصل، فهم غصب عنهم طريقهم بيتعارض مع الحدث ده. انا ما اعرفش اذا كانت القصه كان مقصود منها ان هم فعلا يطلعوا الثيمز اللي طلعوها من عيوب الشخصيات والكلام ده كله، ممكن جدا يكون الموضوع كله جه صدفه اصلا، لان هي فعلا القصه ماشيه بشكل الحدث الرئيسي اللي حصل في البلد دي وشخصيات معينه طريقهم تعارض مع الحدث ده سواء بقصد او من غير قصد، وبسبب مشاكلهم بتشوف كل ده هيحدد مصيرهم ازاي في نهايه الفيلم يعني. بس انا عجبني عموما طريقه سرد القصه جدا يعني، وحبيت برضو حته ان رسائل الفيلم بيحاول يناقشها ما كانتش ظاهره كده بشكل مباشر يعني، تحس القصه كده لحد ما محتاجه سن التركيز، وكل ما بتتقدم قدام كل ما بتلاقي الحاجات دي بتتضح اكتر، بالذات لما بتشوف ازاي كل ده في الاخر اثر على الشخصيات دي يعني. واللي ساعد في ده كله كان الممثلين كلهم كانوا عاملين ادوار حلوه جدا، بالذات الابطال الرئيسيين سواء جوليا جارنر او جوش برولين او الدن ايرنريتش، مش عارف اسمه بيتنطق ازاي، بس يعني هو الراجل ده. ولحد التلت الاخير من الفيلم انا كنت منبهر من الفيلم ده بجد، كنت مبسوط منه جدا، كان فعلا يعني لحد الحته دي الفيلم يستاهل كل الكلام اللي اتقال عليه، ده فعلا احسن فيلم رعب السنه دي، ولا يعني هو فعلا من احسن افلام السنه لحد بقى ما جه جزء النهايه. هو ستيل برضه يعتبر احسن فيلم رعب السنه دي، وبرضه هو ستيل من احسن افلام السنه دي، بس في حاجه ناقصه حصل كده في الاخر، النهايه جت بشكل سريع جدا. الفيلم ده مثال واضح جدا لفكره لما بيكون اللغز احلى بكتير من الحل. احنا قاعدين تلتين الفيلم ده ماشيين واحده واحده بنفهم نقط اكتر في اللغز ده، والحل بيبدا يوضح سنه سنه لحد ما تتقدم قدام، وفعلا الموضوع كان مثير للاهتمام جدا، وخلاص بقى الواحد فعلا عنده فضول عايز بقى يشوف الموضوع ده هيتحل ازاي. اول حاجه خلاص انا حسيت ان النهايه كانت لحد ما مكروته، كانت محتاجه حاجات اكتر من كده، كانت محتاجه مشاهد اكتر من كده، تحس الفيلم كان واخد راحته في الاول لحد الاخر كمان يعني، وجي بقى في الاخر خالص قال لك لا يلا بقى ننجز بقى بسرعه، خلاص مش مستاهل يعني ايه نضيع وقت تاني. ودي في حد ذاتها حاجه حلوه، فكره ان يعني الفيلم ينجز ما يطولش وخلاص في النهايه، والنهايه نفسها مشهد النهايه نفسه المشهد اللي بيخلصوا فيه من الموضوع ده سواء بقى كانت يعني نتيجه ايجابيه او سلبيه، المشهد نفسه كان حلو. والنقطه دي لما بتفهم هو ليه الفيلم اسمه ويبنز، الحته دي علت الفيلم قوي بالنسبه لي يعني، المشهد ده كان مقنع جدا جدا. انا بس بحاول اتكلم من غير حرق لان هو الفيلم ده احلى حاجه ان انت تشوفه وانت مش عارف عنه اي حاجه، والممثلين اللي ظهروا اكتر في التلت الفيلم الاخير او بمعنى اصح يعني اللي القصه سلطت الضوء عليهم اكتر برضو كانوا عاملين اداءات حلوه جدا. بس ستيل بعد كل ده زي ما كل النهايه كانت مش كامله يعني. اول حاجه احنا ما بنفهمش كتير قوي في حل اللغز، بنعرف المعلومه كده بتعدي علينا في السريع يعني خلاص، اللي هو ماشي اوكي، بس يعني هو ده التفسير يعني، هو ده اللي الفيلم جه يوصل له يعني بعد كل البيلد اب القوي قوي قوي اللي اتعمل في اول تلتين ده التفسير يعني ما لقيتوش تفسير اقوى من كده شويه، او على الاقل تفسير مفصل عن كده شويه، في تفاصيل اكتر من كده شويه، لان في احساس واضح جدا كده ان لما توصل للنهايه وبتفهم التفسير لما تيجي ترجع بقى تفتكر القصه نفسها والاحداث اللي انت مريت بيها، هل كان كل الشخصيات دول كان لازم يظهروا اللي بقى ظهروا في تلتين الفيلم الاولانيين والقصه عماله تتحكي من وجهه نظر كذا شخص والكلام ده كله، هل كان كل دول لازم يظهروا؟ لا. هل كانت في حاجات من دي كانت عباره عن حشو بقى من الاخر لما تيجي بقى تشوف النهايه دي؟ لان حل اللغز ما بيربطش الاحداث ببعضها خالص، هو مجرد حل القضيه وخلاص. بالعكس انت اصلا لما بتيجي تشوف الحل بتحس اللي هو ازاي يعني عموما الناس اللي في البلد دي كلها ما ركزوش على الشخصيات دول اكتر من البدايه، ازاي كانوا مركزين على المدرسه بس. النهايه تحسها مباشره بالنسبه للفيلم، كان ماشي بطريقه غير مباشره اصلا في الاول، وانا كنت لحد ما مستني النهايه يبقى فيها تويست مختلفه يعني. مثلا باربيريان اللي هو برده نفس المخرج ونفس المؤلف هو زاك ريجر اللي كان عامله، باربيريان كان فيه تويست في الاخر غيرت كل حاجه خالص. انا كنت مستني حاجه شبه كده هنا، او كنت على الاقل مستني نهايه
تكمل المواضيع اللي الفيلم كان بيناقشها مع الشخصيات والكلام ده كله، لان لا تحس ان الترابط ما بين اللي انت شفته في الاول والنهايه بقى نفسها عادي، مفيش ترابط، تحس الموضوع جه كده وخلاص يعني في الاخر. هي ممكن تكون الحته دي كانت لحد ما مقصوده، ان النهايه ملهاش علاقه قوي بالرسائل او المواضيع الفيلم بيحاول يناقشها، لان هو الفيلم بيتكلم عن حدث بيحصل وبتشوف اثر الحدث ده على المدينه دي، وازاي في ناس كتير هتتاثر بالحدث ده، سواء ناس كانوا مرتبطين بالموضوع مباشره او ناس ما لهمش علاقه بالموضوع. بس في حته ان النهايه تحس انها مش مرتبطه قوي باللي اتقدم في الاول، قد ما هي كانت مجرد حل الموضوع وخلاص. ممكن تكون كانت مقصود ان الحدث ده عشوائي، بس الناس دي خلاص طريقه تعارض مع الحدث ده، واللي هو منه عرفوا يطلعوا المواضيع اللي كانوا بيطلعوها في الاول بقى والكلام ده كله يعني مع الشخصيات. كانت تعدي برضه كنا عرفنا تفاصيل اكتر عن الجزء بتاع النهايه ده، لان برضه احنا ما عرفناش تفاصيل اكتر. يعني سيبك من ان النهايه تربط الاحداث ببعضها وحتى انها تكمل المواضيع الفيلم كان بيحاول يناقشها، لا مش مهم ده خالص. احنا ما عرفناش برضه تفاصيل على الحل نفسه او السبب بمعنى اصح للاحداث اللي حصلت دي. تحس لا كان سطحي جدا، تحس لا الموضوع كان محتاج معلومات اكتر من كده. بس برضه بالرغم من كل ده ما اقدرش انكر ان التحول اللي حصل في النهايه عموما، بالنسبه ان الفيلم كان ماشي شكل غموض وكده، وفيلم يعني كانه سلو بيرن شويه، فالتحول الكبير قوي اللي حصل في النهايه ده كان تحول حلو جدا. ومع ان التحول ده تحس ان هو كان مختلف عن اللي انت بتشوفه في الفيلم من البدايه، لانه كان مقنع جدا وما تحسش ان انت كانك حولت الفيلم مختلف وخلاص. وكل ده على فكره ما يمنعش ان الفيلم ده من احسن افلام السنه لحد دلوقتي، على فكره يعتبر احسن فيلم رعب السنه دي برضه لحد دلوقتي، يعني بعيدا عن سينرز برضه، عشان سينرز ده حاجه ثانيه لوحده. وهديله 8 من 10. وبس كده، ده كله ممكن نقول على فيلم ويبنز. انتوا شفتوا الفيلم ولا لسه؟ شفتوه؟ اكتبوا لي في الكومنتات. انا ما شفتوش، روحوا اتفرجوا عليه، الفيلم يستنى ويتشاف، بالذات كمان بعد افلام شهر 7 دي. برضه من الحاجات اللي خلتني احب الفيلم ده اكتر، ان شهر 7 كان مليان افلام سوبر هيروز وحاجات تجاريه جدا بقى والكلام ده كله. فالفيلم ده كان عوده تحترم جدا لافلام اللو بادجت، الافلام اللي كانها افلام مستقله اكتر، افلام مش انتاجات كبيره، مش افلام استوديوهات بقى والكلام ده. يعني انا وحشتني الافلام ده بالذات بعد اللي شفناه في شهر 7، خصوصا اصلا الافلام بتاعت شهر 7 ما كانتش قد كده يعني. فروحوا شوفوه واكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وايه رايكم احسن فيلم رعب نزل في السنه دي لحد دلوقتي. مستني اعرف رايكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشغلوا زرار الجرس علشان يجيكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.